سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة زبدة اللوتوس اللي تقدروا تخدموها في الدار بلا ما تشروها، وبنفس الذوق اللي تلقاوه اللي تتباع من برا، نفس الذوق. راح نحتاج هنا 4 كاس سائل حليب، عندي هذه زبدة اللوتوس تاع الجزائر، وعندي 4 كاس نتاع سكر كلاصي، وعلبة من بسكويت تاع اللوتوس. انا راح نبداو نحتاج 10 حبات نتاع بسكويت لوتوس، نحطهم في الروبو. الأحسن تستعملوا لاشواق باش يرحي لكم مليح. نرحيه مليح حتى يولي بودر. راح نزيد عليه 4 كاس نتاع السكر كلاصي، وربع الكاس نتاع الحليب، وزوج مغارف كبار نتاع الزيت. هذه المقادير مضبوطه، تحبوا تذوبلوا الكميه ذوبلوا في كلش. الان انا راح ندير هذه بديل اللوتوس تاع الجزائر اللي هي فيها بنه تاع القرفه اكثر من الزبده، وتحسها معمره بالزبده. استعملت منها انا مغرف صغيره، وتقدروا نتوما ديروا شويه تاع القرفه. انا بديل القرفه درت هذه الزبده وعطاتني نفس القو تاع اللي تتباع من برا. انا راح نزيدو نرحوها مليح. الان بعد ما تاكدت بلي راهي ترحات مليح، هاي لكم النتيجه. تقدروا تفرغوها في بولاره ولا حاجه تكون مفرميه. كي تحطوها في الفريشيدير راح تجمد، راح تزيد تشد روحها اكثر، مش حتبقى هكا سايله. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس.